تتوالى الأحداث في مشكلة مباراة النادي الأهلي مع نادي الزمالك والاتحاد المصري والرابطة والأولمبية. ولما يطلع الكلام من داخل الاتحاد المصري لكرة القدم يبقى الكلام في ثقة ولا الكلام في تضارب؟ الكلام من ناحية بيقول لك احنا سلام، وكلام تاني يطلع بيه مدير إدارة الإعلام بالاتحاد المصري يقول لك جميع الأطراف داخل المشكلة مشتركين في المشكلة نفسها. جميع الأطراف يعني معنى كده الأهلي مشترك، الاتحاد المصري مشترك، الرابطة مشتركة، حتى القرار اللي طلعت بيه الأولمبية مشتركة في القرار. طب ما تفهمونا يا جماعة الدنيا فيها ايه؟ ليه الحوارات دي كلها بتتحمل وعايزين يحملوها للنادي الأهلي؟ ليه النادي الأهلي يتحمل قرارات أخطاء ليهم لوحده؟ ما تفهمونا. لما يطلع مدير إدارة الإعلام الرياضي في الاتحاد المصري على بي ان سبورت ويقول لك جميع الأطراف مشتركين في المشكلة، يبقى معنى كده الكلام مش من بره، ده من داخل الاتحاد اهو، يعني واحد من الاتحاد. فليه المشكلة كلها تتحمل للنادي الأهلي ويتحمل بيها؟ عايزين يخصموا منه 3 نقط المباراة و3 نقط آخر الموسم و220 مليون خسائر المباراة، يتحملها ليه النادي الأهلي؟ بناء على إيه؟ إذا كان الاتحاد المصري بيقول لك إحنا سلام والرابطة بتقول لك إن إحنا بعتنا للاتحاد المصري، فطلع هو مدير إدارة الإعلام قال لك مفيش حاجة رسمي وصلت كخطاب، إنما وصلت على الواتساب. طيب إحنا مشكلة النادي الأهلي في إيه؟ وصلت أو ما وصلتش بس معروفة، ومن زمن إن النادي الأهلي مبارياته مع نادي الزمالك بحكام أجانب، دي مفيش فيها تغيير، معروفة. إيه المشكلة في الوضع الحالي في جيب حكام أجانب للمباراة؟ وكان موجود حكام أجانب للمباراة، وليه التعنت أساسا في إن المباراة ما تتلعبش بعد ما جه الحكم السعودي هنا؟ فليه؟ ولا عايزين تعملوها واحدة قصاد واحدة؟ إن الأهلي السنة دي كان قصاده السنة اللي فاتت الزمالك لما انسحب إحنا خسرناه 3 نقط. طب ما خسرتوا الزمالك 3 نقط، خصمتوا منه 3 نقط آخر الموسم، حملتوه بالخسائر بتاعة المباراة. ليه عايزين تحطوا دي قصاد دي؟ نادي الزمالك انسحب علشان بيقول لك عايزين الاهلي يكمل المؤجلات بتاعته، انما نادي الاهلي بيقول لك انا عايز العب المباراه بحكام اجانب، هات لي حكام اجانب وانا العب المباراه. فليه عايزين تساووا دي بدي وتحملوا النادي الاهلي بالليله كلها؟ ليه عايزين تشيلوه الليله؟ والكلام طالع من مين؟ اللي بيقوله مدير اداره الاعلام في الاتحاد المصري. ليه؟ انما احنا مع النادي الاهلي ان شاء الله مبارياته اللي جايه اهم مع الهلال السوداني، ان شاء الله باذن الله يفوز فيهم باذن الله، ربنا يكرمه. واي قرار هياخده النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله احنا مع. رابطه الانديه كركبت الدنيا في ثانيه الا ثانيه، قومت الدنيا ما عادتهاش بعد ما قالت ان احنا خففنا العقوبه بتاعت النادي الاهلي، بدل ما هم 3 نقط في مباراه نادي الزمالك و3 نقط نهاية الموسم هيبقوا 3 نقط بس في مباراة نادي الزمالك. كركبت الدنيا وبعدها الدنيا قامت ما عادتش، وطلعت ناس تشجب وناس تندد وناس تقول لك لا احنا عايزين العقوبة كاملة ياخدها النادي الاهلي. طبعا دول مين؟ الزملكاوية ونادي الزمالك. طلع ببيان قال لك احنا لازم يكون القرار هو ما يتغيرش والعقوبة تنزل زي ما هي ياخدها النادي الاهلي، والا هنصعد الامور لاعلى المستويات. احنا بنشجب ونندد وهنطلع بالقضية بتاعتنا لأبعد الحدود وهنصعد الموضوع بتاعنا. ده نادي الزمالك. وطلعوا تاني بعد شوية قالوا لك لا ده نزلتها الرابطة على صفحتها ورجعت شالتها تاني. طب ما تيجوا ناخدها كده واحدة واحدة علشان نشوف الدنيا اتكركبت ليه، ونشوف ده في مصلحة النادي الأهلي ولا مش في مصلحة النادي الأهلي البيان اللي نزل، وليه رد من النادي الأهلي وفعلا
قرار وبيان رسمي ولا مش رسمي؟ ما تخليكم معانا ونشوف الدنيا رايحة فين. خليكم معانا. بصوا البيان اللي نزل على الصفحة بيقول ايه: إيماء إلى شكوى النادي الأهلي بشأن أحداث مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية، ووفقا لصلاحيات مجلس إدارة الرابطة في المادة 63/2 من لائحة مسابقة دوري نايل للموسم 24-25، ونظرا لإقامة مسابقة الدوري بشكل استثنائي وضيق الفترة بين إصدار جدول المرحلة النهائية والمرحلة الأولى، يا مسهل اللي جاي أحسن، لتحديد الفرق التي تتنافس في كل مجموعة، وإقامة مباريات كأس مصر، بالإضافة إلى التوقف الدولي خلال شهر مارس، والتزام الرابطة بإنهاء مسابقة الدوري في نهاية شهر مايو، مما استوجب إقامة جولة على الأقل خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس 2025، مما أدى إلى إقامة الجولة الأولى بعد نهاية المرحلة النهائية ب5 أيام. يعني خلص الجولة من هنا، عمل الجدول من هنا، دخل بالأهلي والزمالك بعدها ب5 أيام مباراته. ب5 أيام فقط من انتهاء المرحلة الأولى، وبالتالي لم تتم تلبية طلبات الرابطة والنادي الأهلي باستخدام حكام أجانب. لم تتم تلبية طلبات الرابطة، تتم تلبية طلبات الرابطة. الرابطة طلبت ولم تتم تلبية طلباتها، والنادي الأهلي باستخدام حكام أجانب، وهو حق مشروع. النادي الأهلي أهو، النادي الأهلي قدم إن هو عاوز حكام أجانب لمباراته مع الزمالك، ده ضمني أهو، يعني كلام خلصان. الأهلي قدم مش ما قدمش. باستخدام حكام أجانب، وهو حق مشروع تكفله اللائحة لكل الأندية، كما أن النادي الأهلي استنادا إلى ما تضمنته شكواه لم يكن يهدف إلى إثارة أزمة أو الانسحاب من مباراة القمة. يا عيني عليك، أعيدها تاني. كما أن النادي الأهلي استنادا إلى ما تضمنته شكواه لم يكن يهدف إلى إثارة أزمة أو الانسحاب من مباراة القمة، بل حاول البحث عن المزيد من العدالة لكافة الأطراف. يعني الأهلي عمل اللي عليه وكفى ووفى، واللي عليه عمله ما قصرش. ده اعتراف ضمني من الرابطة إن الأهلي عنده حق رسمي نظمي فهمي. يا بيه يا اللي بتفهم، دي حاجة تمام كده. تمام. طيب هل النادي الأهلي بعدها حاجة وصلت له علشان الناس بتقول ده مش كلام رسمي وإن هو اتشال من على الصفحة؟ مش كلام رسمي؟ طيب بص بقى بيان النادي الأهلي اللي طلع بيقول لك إيه بقى علشان يبقى كلام رسمي، وده جواب وخطاب راح للنادي الأهلي. بيان على النادي الأهلي من عند النادي الأهلي على صفحة النادي الأهلي. طالع النادي الخطاب الوارد من رابطة الأندية المحترفة والذي كشف كل الحقائق، وجاء فيه أن النادي الأهلي لم يتعمد إثارة أزمة ولم يهدف للانسحاب من مباراة القمة، وأنه كان يبحث عن المزيد من العدالة لكل الأطراف بما تكفله اللوائح، ومدعوما بالمستندات التي تقدم بها إلى كافة الجهات المعنية، وإزاء يقين النادي الثابت منذ اللحظة الأولى أن الهدف هو الصالح العام للمنظومة الكروية وتحقيق عدالة المنافسة، حتى وإن كلفه ذلك بعض الخسائر على المدى القصير، فإن النادي الأهلي مستمر في منافساته واتخاذ ما يلزم من إجراءات مشروعة للحفاظ على حقوقه والمساهمة في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، أو يتم تدارك مثل هذه الأخطاء من جانب القائمين على شؤون اللعبة. ده بيان النادي الأهلي اهو. تمام.
يبقى كده رسمي ولا مش رسمي؟ وخطاب وصل من الرابطة للنادي الأهلي ولا لا؟ شكرا على موقف النادي الأهلي اللي هو اتخذه، وإحنا في ظهر النادي الأهلي أيا يكن القرار بتاعه.